خلال اليومين اللي فاتوا كان في خبر بيقول ان تم احتجاز طياره طالعه من مصر من امن المطار في زامبيا، وكانت متحمله فلوس واسلحه وسبائك ذهب. الا ان الموضوع عليه لغط كبير وبعض الاشخاص بيصطادوا في الميه العكره بسبب المعلومات الغلط. ولكن خلينا نفسر الموضوع بالعقل وواحده واحده. انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب وخلينا نبدا. انا عصام عبد الحميد وده المفيد. من خلال كل المعلومات اللي في المواقع الإخبارية واللي بتقول إن تم احتجاز طيارة خاصة مصرية وعليها 10 أشخاص غير الطيار من جنسيات مختلفة، ومنهم 6 مصريين، واحد هولندي وواحد أسباني وواحد من لاتفيا ومؤخرا واحد من زامبيا، وكان معاهم مبلغ 5,700,000 دولار وأسلحة وسبائك ذهب. والمفروض إن الراجل الزامبي اللي كان معاهم كان هيمشيهم جوه البلد عشان يكملوا الصفقة اللي محدش عارفها أصلا. حد هنا يبان إن الموضوع عادي وإنها ممكن تكون عملية تهريب، ولكن من البداية الموضوع فيه حلقة ناقصة وفيه حاجة مش مظبوطة، خصوصا لما طلع وزير الطاقة والمعادن في زامبيا وطلع في تصريح صحفي ونفى ان ده ذهب بعد ما شكلوا لجنة من علماء الجيولوجيا والمعادن عشان يحللوا السبائك، واكتشفوا انها مش ده، وكانت عبارة عن معادن تانية زي النحاس بنسبة من 58 ل 61%، ومعدن الزنك بنسبة من 38 ل 41%، ونسب قليلة من النيكل والقصدير. والكلام ده مش كلامي، ده كلام CNN بنفسه. الاحتمال الاول ان الرجاله في زامبيا اخدوا الذهب الحقيقي وقالوا ان الذهب اللي لقوه ده فالصو. اما الاحتمال الثاني ان العقارة دول رايحين ينصبوا على حد في زامبيا او هو منصوب عليهم، فالموضوع مش منطقي. ولنفترض ان دي عمليه تهريب زي ما بعض الناس ما بيصدقوا ان حاجه زي دي تحصل عشان يشوهوا سمعه مصر. فانا كشخص عاقل ناضج طبيعي انا ههرب فلوس على زامبيا بأمارة ايه؟ طبعا مع احترامي ليهم وللشعب الزامبي، بس اكيد يعني بديهي ان زامبيا مش امن مكان اأتمن على فلوسي. والمبلغ اللي كان موجود في الطياره فده مبلغ قليل جدا بالنسبه يعني لو حد هيهرب فلوسه بره مصر. فتكلفه طلعه الطياره دي بالطيار فهتيجي عليهم بخساره عشان تطلع الرحله ببنزينها واجره الطيار وكده. ولنفترض مثلا ان رجال الاعمال خلاص ضربت في دماغهم وان مفيش مكان تاني غير زامبيا عشان يودوا فلوسهم فيه، ايه اللي هيخليهم ان هم يشيلوا اسلحه وذخاير؟ المفروض ان هم يخلصوا الحكايه في السر، فالمفروض ان هم ما يحطوش على نفسهم شبهه بالسلاح. فالكلام مش منطقي. الرد المصري الوحيد واللي مفيش غيره عن الموضوع ده واللي يعتبر اكتر منطقيه ان الطياره من طراز T7WW، وفي مصادر تانية بتقول ان اسمها T7WSS، والطياره دي مش مصريه الجنسيه من الاساس، ورقمها التسجيلي هو T7، وده مش رقم تسجيلي مصري. وده ابسط شيء يثبت ان الطياره مش مصريه وانها فعلا نزلت ترانزيت في المطار المصري. الطياره وصلت مصر وتم تفتيشها وتاكيد عوامل السلامه وكل الكلام الجميل ده، وكمان ما اقلعتش على طول، فضلت واقفه في المدرج يوم كامل وبعديها اقلعت تاني يوم، ووصلت زامبيا بعد اقلاعها بحوالي 7 ساعات على حسب معلومات فلايت رادار 24. في حين ان الطياره اللي احتجزوها في زامبيا كانت من طراز كينج اير B190. وبناء على المصدر الوحيد اللي اصدرته الحكومه المصريه واللي يعتبر اكتر منطقيه في الموضوع اللي احنا فيه ده، ان الطياره اللي محتجزه في زامبيا دي مش مصريه من الاساس، وكمان ما نزلتش ترانزيت في اي مطار مصري، لان بديهي لو كانت نفس الطياره اللي اتفتشت في مصر فاكيد الطياره مش هيطلعوها تاني. يبقى ايه علاقه مصر بالطياره اللي احتجزوها في زامبيا؟ احنا مالنا؟ ولكن لحد الان الموضوع غريب ومش مفهوم. بس المطلوب انت كشخص بيتابع الخبر او اي خبر تاني عموما انك ما تنساقش لاي معلومات غلط بتتقال لك، وتفكر الاول. وفي النهايه ربنا يحفظ مصر من اي سوء. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اتشرفت بمتابعتكم.